اللي بعديه وهو اشتغلت اول شغل ليك في البرمجه امتى وازاي؟ لان دي برضه من الحاجات الصعوبات اللي بتواجه الشباب كتير عندنا، خصوصا ان انت اصلا مش خريج حاسبات وما معكش شهاده بتاعت حاسبات. ف... فشارك معانا كده، قول لنا. بص، هو امتى ممكن مش متذكر السنة بالظبط، كان سنة كام، بس متذكر بعد كام سنة من البداية. أه، ممكن نتكلم ازاي الأول، بعد كده هقول لك امتى. ازاي ان كنت باجي ادخل على المواقع زي مثلا زي وظف او لينكد ان، فجأة ادخل اول شرط خريج كمبيوتر ساينس او هندسة. فطب صحيح. طب انا مش هنا. فجأة الاقي طالب 3 سنين و4 سنين، مش هنا، بس بقدم. خلاص، ايه مهم. يعني، ايه هتشجع وقد. ما كانوش بيكلموني، ما كانوش بيكلموني. آه، فببدأ ان انا اقدم على شركة والتانية والتالتة، وببدأ ان انا ادخل اشوف ناس في الشركات، وابدأ ان انا اشوف مثلا تيم ليدر جوه، سينيور جوه. طب انتوا فاتحين عندكم مثلا اوبورتيونيتي معينة، طب ممكن اقدم معاكم؟ يقول لي تمام ماشي، ابعت لي السي في، وما يردش عليا. فجأة ابدا ان انا يعني برمي السي في بتاعي في كل حتة. ومش بس برمي السي في بتاعي، كنت كل شويه ببدا ان انا اطور منه، كل شويه ابدا مثلا اروح لحد صاحبي مثلا اتش ار. طب ممكن بس كده تبص لي بس على السي في ده بعد اذنك؟ يقول لي محتاج مثلا تصلح واحد اتنين تلاته اربعه. ابدا اروح لحد مثلا سينيور، ممكن تبص لي بس على السي في ده بعد اذنك؟ يقول لي ناقصك واحد اتنين تلاته اربعه. فمش بس الموضوع بالنسبه لي ان انا كنت برمي سي في وخلاص، لا، الموضوع بالنسبه لي كان مم. شويه لقيته كان ماشي ببروسس. انا ما انكرش ان أنا وقتها ما كنتش حاسس بيه، بس كل اللي كنت شايفه، انت زي ما كنت بتتكلم، انت حاسس ان في ناس بتجري وانت واقف ورا، فانت محتاج مم. تجري ب5 اكس عشان خاطر انت تلحق تعدي الناس دي كلها. فلو انا بعمل كل اللي انا بعمله كل يوم، ما هو انا ستيل وما نجحش. ما انا لو عملته 100 سنه برضه مش هينجح، محتاج ان انا ابدا اطور منه، مم. محتاج ان انا ابدا اعدل فيه. فكنت ببدا ان انا ابعت السي في، وببدا ان انا ما اتقبلش. ممكن ابدا اكلمه، طب انت ما قابلتنيش ليه؟ ممكن كان في اللي يرد عليا، وكان ممكن 10 ما يردش عليا، واحد من ضمن 100 كمان جميل. هو بس اللي يرد عليا. يقول لي لا، ناقصك واحد اتنين تلاته اربعه. كنت ببدا على طول اروح ان انا اتعلمها. طب ده انا كان ناقصني واحد اتنين تلاته اربعه، وارجع لهم تاني. طب انا اتعلمت، هتقبلوني ولا لا؟ وستيل برضه ما يردوش عليا. اقوم باعت لهم تاني، طب انا اتعلمت ده، هتقبلوني ولا لا؟ فستيل الموضوع مش بس يعني، عارف كده، كان حد من في البدايه خالص كان قال لي خليك زنان. فما فهمتش يعني ايه خليك زنان، لحد ما لما اتحطيت في الموقف، لا فعلا خلتني زنان. ليه؟ انا الحاجه اللي انا عايزها مش بس هفضل اقول انا عايزها، لا، هو ستيل انا هفضل يعني هفرك كده شويه او دعبس لحد ما الاقيه، لحد ما اوصل لها. فلو بعت لحد وما ردش عليا، عادي، يمكن مشغول. مش انا اللي وحش، هو ممكن يكون مشغول، مهم. ممكن ما يكونش شاف المسج. حتى لو انا وحش، هبدا طب خلاص هبعت لهم تاني. ما شافش مسج هبعت له تاني، جميل. ما شافش المسج هبعت له رابع. وكل مره كنت ببدا ان انا اشوف طب انا غلطت ايه في الرساله اللي فاتت، وابدا ان انا ابعتها له ايه، ابدا ان انا اصلحها. طب انا مم. ما بعت السي في المره اللي فاتت كان ناقصه ايه، ابدا ان انا ابعتها له تالت. فالموضوع بالنسبه لي كان، لقيته ان هو كان ماشي بروس زي ما قلت لك. انا ممكن وقتها ما كنتش انا حاسس بيها، بس ستيل ما كانش قدامي حل اوبشن غير ده. وكان انا كنت بحاول شويه اعوض التقصير اللي كنت شايفه، ان انا مش خريج. انا حابب المجال، مش شاطر في المجال، انا لسه ببدا، بس انا حابب المجال. ممكن لو لقيت فرصه كويسه ان انا ابدا ان انا اتطور فيه، هتطور فيه. فليه؟ لان انا حابب المجال وحابب ان انا اكمل فيه. ف ازاي في الاخر خالص لقيت ان كان، يعني كنت ببدا زي ما قلت لك، كنت ببدا ان انا السي في هنا وهنا وهنا. كنت ببدا ان اجي اقعد اتكلم مع اصحابي. شفتوا الاخر اخر ابلكيشن عملته؟ هو حاجه بسيطه جدا، هو ممكن يكون عباره عن سكرين اساسا، ما عملتش فيها حاجه، هالو مهم. وورلد في الاخر سكرين وفيها هالو وورلد. بس شفت الابلكيشن اللي عملته؟ يبدا ان هو يتريق عليا. طب يقول لي ايه يا عم الكلام ده؟ ماشي، طب ايه اللي مش عاجبك فيه؟ يقول لي يا عم ده مش ابلكيشن اصلا. ايه اللي مش عاجبك فيه؟ لا، هو ناقصه واحد اتنين تلاته اربعه. اروح ان أنا اصلحهم وارجع له تاني. ايه رايك في الابلكيشن دلوقتي؟ لا، كده السادة بقى احسن. طب بس ناقص واحد. تمام، هروح وارجع واعمله. وكنت ببدا ان مثلا اجي اكلم حد، انت مش محتاج تعمل حاجه للشغل بتاعك، ابلكيشن الشغل بتاعك؟ محتاج اعمل ابلكيشن. طب انا محتاج واحد اتنين تلاته اربعه. ممكن بغيب شهرين تلاته اربعه، وارجع اعمل له الابلكيشن، وارجع اعمل له الشغل بتاعه. مهم. وابدا ان انا اوريه له، طب قول لي ايه الحاجات اللي ناقصه فيه، او ايه الحاجات اللي محتاجه ان هي تتحسن. فستيل الموضوع ما كان زي ما قلت لك، مش ان انا قدمت فترفات او قدمت فاتقبلت. الموضوع بالنسبه لي، انا كنت ممكن اكلم نفس الشركه مرتين وثلاثه واربعه لحد ما حد فيهم يرد عليا، مهم. وكان بيرد عليا في الغالب بالرفض. ما كانش بيرد عليا ان انا مم. اتقبلت، كان بيرد عليا في الغالب بالرفض. لحد ما كان في الاخر وصل الموضوع، كان النتورك
زي ما قلت لك كنت ببدا ان انا اتكلم مع الدايره اللي حواليا اكتر، ان انا عملت واحد اتنين تلاته اربعه، لو قدامكم شغل يا ريت، يا ريت يعني تريكومند. فلحد ما جه الموضوع ان فعلا حد عمل لي ريكومنديشن لشغل، او حد عمل لي ريكومنديشن يعني في شغل. فدخلت وعملت انترفيو مع، يعني عملت كذا انترفيو لحد ما عملت انترفيو مع السي او. في الاخر خالص بعد ما اتقبلت اكتشف ان انا مش خريج. اكتشف ان انا كنت وقتها كنت في سنه ثالثه تقريبا، او ثالثه جامعه او تانية جامعه. فبيقول لي انت مش خريج. قلت له ماشي، انت ايه اللي محتاجه؟ انا عارف ايه المشكله، انا عارف ايه المشكله اللي عنده. دايما يقول لك طب انا مش هيقبلوني وانا خريج. طب انا عرفت هم ليه مش عايزين يقبلوني وانا خريج. مش عايزين يقبلوا غير وانا خريج. فمشكلتهم في ايه؟ مشكلته ان هو يقول لك ان انت عندك جيش، ومشكلته ان انت هتيجي تقول له عندك امتحانات. فانا فهمت المشكله دي. فانا رحت سبقت قلت له انت مشكلتك في إيه؟ اني مش خريج. مش انت مشكلتك في الجيش؟ ما عنديش جيش. مشكلتك في الامتحانات. مش هاجي اقول لك ان انا عايز اخد اجازه قبلها بشهر عشان الامتحانات، او اجازه وقت الامتحانات. هروح استاذن، هروح الامتحان ساعتين وهرجع اكمل لك الشغل عادي جدا. وهعوض لك الساعتين بالليل، هعوض لك الساعتين دول يوم اجازه. فستيل انا يعني طمنته من مخاوفه. فراح قال لي مهم. خلاص تمام اكسبتد، جوين معانا. ما ف... شاء الله. فازاي دي زي ما قلت لك، هي كانت ببروسس طويله من الموقف، من ضمن المواقف يعني اللي اتذكر ان هي كانت فاني شويه، بس هي ستيل كان من ضمن القصه. ان كان شركه بعت لهم وما ردوش عليا، فبعت لهم وما ردوش. فلحد ما رحت للشركه، عرفت مقر الشركه وعرفت بيفتحوا امتى. رحت خبطت على باب الشركه. رحت قلت لهم انا بعت لكم السي في بتاعي، ما ردوش عليا ليه؟ فكان بالصدفه كان بالصدفه اصلا كان اول حد في المكتب كان مدير الشركه. فراح قال لي طب هو اتصدم من الموقف، انت بتعمل ايه؟ قلت له انا قدمت، انتوا ما قبلتونيش ليه يا جماعه؟ هو انا طب انا وحش؟ طيب طب ولا ايه؟ فراح قال لي طب ادخل اتفضل، وعمل معايا انترفيو. كان حد كان لذيذ جدا، بس ما حصلش نصيب بعد كده. بس فهمت برضو منها ايه التقصير اللي عندي، ايه الحاجه اللي عندي. فالموضوع زي ما قلت لك ما كانش يوم، او ما كانش من اول تقديم. الموضوع كان بالنسبه لي كان مهم. بروسس طويله شويه. امتى زي ما قلت لك، امتى كان حوالي تالتة جامعه. كنت حوالي وقتها في تالتة جامعه، ما تالتة شاء او الله. تانية او اواخر تانية، حاجه كده في الرينج ده يعني. فاللي هو مع العلم بعد حوالي سنتين او سنتين ونص وانا بتعلم ومش لاقي شغل. مهم. مش بعد مهم. شهرين او 3 شهور او 6 شهور او حتى سنه. الموضوع كان بعد فتره يعني كبيره يعني بفضل الله. اعتقد ان الجزئيه دي، السكشن ده لوحده بيجاوب على اسئله كتير بتاعت شباب. سؤال زي هو انا ممكن اتعلم خلال اسمه إيه ده، اتعلم برمجه خلال الدراسه مهما كان بقى، سواء في حاسبات او لا؟ انت جاوبت عليها اوريدي، ممكن. هل ممكن اشتغل قبل ما اخلص دراسه والتزم بالشغل ده، سواء فريلانس او شغل في شركه؟ برضه انت جاوبت عليها، ممكن. هل اصلا ممكن اشتغل واقدر اجهز نفسي وابقى مؤهل لسوق العمل من قبل ما اتخرج وادعك واعمل؟ ممكن. وممكن الاهم من ده كله بقى، هل ممكن اعمل كل ده بدون ما يبقى معايا حاسبات، ما ابقى خريج حاسبات ويبقى ليا الحته اللي هي المفروض بتديني كعب عالي او كده؟ ممكن. فهي فعلا الحته دي ما شاء الله. يعني اي حد بعد كده هيسالني الاسئله دي كلها، على طول هقول له روح اتفرج على المقطع ده، هتلاقي فيه كل اجابتك. وبرضه عشان صح نسهل مظبوط. على الناس، عشان خاطر انا كنت قاعد عمال اكتب النقط اللي انت بتقولها، عشان انا كمان استفيد منها، ان انا اعرف اولا ايه اللي نجح التجربه الرائعه دي، واعرف برضه اشاركها مع الناس لما اجي اتسال نفس السؤال. فلا فهمته انه اللي ميز تجربتك من البدايه خالص، اولا انك كنت بتتقبل النقد، وانت كنت بتدور عليه. دي يعني حقيقة. مش بس بتتقبله، كنت مهم. بتروح حد يجي يقول لك لا ده يا عم ده مش ابلكيشن، ايه الهبل اللي انت عامله ده؟ فكان بيعجبني قوي لما انت بتقول له طب انت قول لي بقى ايه اللي يخليه ابلكيشن، انت ليه قلت ان هو مش ابلكيشن، ايه اللي صح. يخليه ابلكيشن؟ فيقول لك واحد اتنين تلاته اربعه. انت كده خدت النقط دي بشكل سلس جدا ومهم جدا. يعني انت معلومات زي دي يدفع فيها فلوس اصلا، ان انت تروح لحد تقول له اعمل لي ريفيو او بتاع او كده. ففكرة النقد بالظبط. المستمر ده خلاك عرفت مشاكلك ونقط ضعفك فين، وكنت على طول بتحلها بشكل دائم. رقم اتنين، حسن الظن، ان انت كنت دايما بتحسن الظن في الناس اللي قدامك. ده اكيد ما شافش الابليكيشن، ده اكيد ما شافش السي في، وهكذا وهكذا. فده مهم. كان بيخلي عندك سلام داخلي، وده كان بيساعدك انك نفسك يبقى اطول تكمل في الطريق الموحش ده، لان انت لوحدك في الطريق، حاسس ان اسلحتك ضعيفة، او ان انت ما معكش سكيلز كتير وسط الناس دي كلها وبتاع.
فده حافظ عليك من ان انت تبقى حاسس ان انت ده مش مجالي يا عم، انا ايه اللي عملته في نفسي ده، مضطهد. والقصص اللي بتيجي دي كلها. فاهم قصدي؟ مهم. مهم. تالت حاجه وهي الكونكشنز، ان انت خلال الطريق بدات تعمل كونكشنز كويسه جدا، بدات تتعرف، سواء تتواصل مع ناس بتوع اتش ار او ريكروترز او حتى ناس صحابك في المجال، بدات تتعرف على ناس حتى من جامعه هندسه او غيره من بتوع حاسبات وكده. وفي الاخر ده برضه ساعدك جدا في ان انت قلت لهم انا عايز ريكومنديشن، اي حد يريكومندني هنا ولا هناك. واللي انا فهمته ان الشغل بتاعك جه من خلال احد اصدقائك عمل لك صح. ريكومنديشن، صح؟ مهم. فموضوع الكونكشنز ودايما ناكد على اهميتها، وفكره ان انت كنت صح. بتروح كمان الجامعه عشان انت تدور بنفسك على الكونكشنز دي وتتعرف على الناس والكلام ده مهم. كله. سواء النهارده بقى عندك مش بس الكليات، عندك الايفنتس اللي بتتعمل هنا وهناك وبتتعمل مهم. فور فري وبيقعدوا يتحايلوا على الناس يجوا. فدي واحده من الحاجات برضو المهمه. واخيرا وهي مهم. موضوع انك برو اكتيف وانك بتتحمل المسؤوليه. ودي كتبتها لما انت كنت بتتكلم على موضوع الراجل اللي رحت له وقعدت قدامه في الشغل وقال لك انا عندي تخوف. فانت اوريدي كنت مفكر ومسبق في التفكير، عارف هو ايه اللي متخوف هو منه، خايف من فقلت ايه؟ له انا مهم. عارف انت خايف من كذا كذا وكذا وكذا، دي الاول حلها كذا والتانية حلها كذا. فده انا متخيل لو انا قاعد في مكانه مثلا وصاحب شركة، هيعجبني جدا الحتة بتاعت ان انت راجل برو اكتيف، انك راجل مش بتستنى لما المشكلة تحصل وبعد كده تفكر فيها. هو انت كنت متوقع مهم. المشكلة وفكرت في مهم. حل ليها وعرفت تقنعني بالحل ده. فانا بالتالي لما هاجي اشغلك عندي هتتبع نفس المايند سيت او نفس التفكير في شغلك. هتبقى صح. دايما بتشوف المشاكل اللي ممكن مهم. تحصل اللي كذا كذا كذا. فانا احب يبقى عندي حد في الشركة بالطريقة دي. فاتمنى تكون كده مهم. خطوات وضحت، واعتقد احنا كده لمينا الشرح الجميل يعني اللي انت انت لخصتها قلته في بشكل افضل كمان قصتك. من يعني. عشان بس نضمن ان الناس طالعه من الموضوع اللي هو ايه، مش مجرد قصه مستفيد. بتتحكي صح. ونقول الله جميله وبعد كده نروح نرجع نسال نفس الاسئله لناس تانية. مم. فنبقى مم. كده واضحه للناس. صح. جميل مم. جميل جميل. ماشي، خلينا بقى نروح للسؤال اللي بعديه.